تا. طيب خلاص، انا شايف ان انا عايز اخش في مجال التعليق الصوتي، وشايف ان صوتي مميز وعايز ابتدي اشتغل في هذا المجال. وعملت سيرش وطلعت شوية تمارين صوتية وتمارين للفكين وللسان والاحبال الصوتية والتنفس، وظبطت حالي وعايز ابتدي اتمرن عشان ابقى معلق صوتي. عشان ابتدي اتمرن عشان ابقى معلق صوتي، انا هقعد اقرا حاجات كتير. تمام، يعني عندي كتاب ثقافي ادبي، عندي كتاب علمي، عندي شفت اعلان في التلفزيون، شفت اعلان على الموبايل، هكتبه وابتدي ان انا اقراه. هخش على جوجل واكتب انا عايز نصوص وثائقيه مثلا واطلعها واقعد اقرا فيها. طب ايه اللي هيقول لي ان انا صوتي صح وان انا مظبوط وان انا فعلا صوتي بقرا صح ولا لا؟ لازم اسجل لنفسي. كل واحد فينا معاه موبايل في ايده، ده سلاح. انت دلوقتي صوتك اهو، ده مهمتك الاساسيه ان انت تشتغل عليه. معايا سلاح بقى ومعايا وسيله هي موبايلي تخليني اشتغل على هذا الصوت. في تطبيقات كتيره قوي للتسجيل. ممكن تسجل على الريكوردر بتاع الموبايل، لو معاك ايفون ممكن تسجل على الايفون. في تطبيقات او ابلكيشنز للفويس اوفر بتسجل الصوت. اخش على البلاي ستور واطلع اي تطبيق انا عايزه واسجله على الموبايل، بحيث ان انا اقرا نص واسجله. ميزه ان انا بسجل النص ان انا لما بسمع صوتي، انا اسمع صوتي او اسمعه لحد، غير لما اكون وانا بتكلم سامع صوتي. انا ممكن اكون سامع ان انا فله وتت الفت النت ومفيش احسن مني وادائي هايل وما حصلش، لكن لا، انا لما هسمع صوتي هبتدي اقارن صوتي باصوات تانية. الشطاره بقى ان انا اعمل ايه؟ ان انا اجي انزل مثلا حد مثلا بيقرا كتب صوتيه مشهور ومعروف، وانزل جزء واخد نفس الجزء المعلق الصوتي المحترف ده اقراه وانا اقراه، واسمع تسجيله وتسجيلي انا، واشوف الفرق بين الاتنين بمنتهى البساطه. هشوف لو غلطت في التشكيل، لو عندي مخارج الالفاظ فيها مشاكل، لو عندي حروف مش واضحه، لو انا وانا بقرا النص بقرا بسرعه، بقرا براحه قوي، بعلي صوتي او ماشي مونوتون. يعني ايه مونوتون؟ يعني ما اجي اقول مثلا نص شعري مثلا، هل انا بقول ايه يا صباح الخير يا اللي معانا، صحتكم حلوه النهارده اهو، يعني انا بقراها بهذه الطريقه، ولا بقول يا صباح الخير يا اللي معانا صحتكم حلوه انتوا منورين؟ يعني لازم اقولها بتقطيع. التقطيع ده او هذه الوقفات اللي انا بوزعها كده على الكلام، هو ده اللي بيدي النغم، هو ده اللي بيدي التون، هو ده اللي بيدي النغم للقطعه اللي انا بقراها. حتى لو بقرا الاخبار لازم يبقى فيه تون معين، ما يبقاش كله مونوتون كده، لان انا مش مكنه، انا مش جهاز تسجيل بيقرا. لا، لازم يقولوا يعني افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم عددا من المشروعات التي لازم يبقى في وقفات، لازم يبقى في طريقه واسلوب اداء معين. اللي هيخليني اكتسب بالطريقه واسلوب الاداء المعين ده حاجه من اتنين: يا اما اروح لمذيع التلفزيون ده اقول له النبي دربني برايفت، واقعد بقى اروح له 6 شهور عشان خاطر اخد منه الحته دي، يا اما انا عندي ودني، عندي موبايلي، عندي تلفزيوني، اقدر ان انا اسمع واسجل نصوص اللي انا سمعتها واقارن. فهقدر اكتشف عيوب صوتي، هقدر اكتشف مشاكل صوتي، هقدر كمان اكتشف الحاجات الحلوه اللي في صوتي. انا صوتي حلو في النصوص لما بقرا نص سياسي بديه كده عمق واثاره وجبروت كده وقيمه، يبقى انا اركز في الموضوعات السياسيه. لو انا هشتغل في اليوتيوب مثلا، انا هركز في الموضوعات التاريخيه. انا صوتي بيدي عمق للاحداث وبيدي كده تشويق، يبقى انا اركز في الحاجات دي. لا، ده انا صوتي لطيف وخفيف، يبقى اخد موضوعات بقى تتعلق مثلا بالتربيه، بالتنميه البشريه، بالصحه النفسيه، ادي للناس طريقه ايجابيه. انا بقول لك الحاجه اللي تقدر تشتغل بيها على نفسك. عايز تخش طبعا في سكه الكورسات، اهلا وسهلا وزي الفل ومية مية، وهتلاقي ناس كويسه جدا تدي كورسات اونلاين واوف لاين زي ما انت عايز. لكن في طريقه تخليك تستعمل موبايلك انك تحسن من صوتك. انا بسمع وبسجل وبقارن الناس المحترفه بادائي، فاعرف بقى نقاط ضعفي، نقاط قوتي، اطور من نفسي. ده اللي اسمه ان انا اشتغل على صوتي. استنوني المره الجايه.